مالي وغانا إخواني الكرام، هذه المرة بالجولة الثالثة من كأس إفريقيا للسيدات التي تقام حاليا بالمملكة المغربية الشريفة بموسم 2026. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية. وصلنا للمباريات الحاسمة بدور المجموعات والجولة الثالثة الحارقة النارية لكأس إفريقيا التي يقام للمرة الثانية على التوالي بالمملكة المغربية الشريفة الرائدة في التنظيم. مالي وغانا بالمجموعة الرابعة إلى جانب كل من الكاميرون والرأس الأخضر كما قلنا. هذه مواجهة نارية تعتبر حاسمة لانتزاع بطاقة التأهل الثانية للمربع النهائي، باعتبار أن الحسابات كلها معقدة جدا بهذه المجموعة ومرهونة بهذا اللقاء، لأن مالي خسرت بالجولة الأولى أمام الكاميرون بهدف واحد، والجولة الثانية فازت على الرأس الأخضر بصعوبة بثلاثة أهداف لهدفين. أما بالنسبة لغانا فقد فازت في الجولة الأولى على الرأس الأخضر بهدفين نظيفين وخسرت أمام الكاميرون في الجولة الثانية. إذن يصبح بذلك ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية الصدارة للكاميرون ب6 نقاط، ضمنت بذلك أول خطوة بالمربع الذهبي. الرتبة الثانية لغانا ب3 نقاط، الرتبة الثالثة لمالي ب3 نقاط كذلك مع فارق الأهداف. أما الرتبة الرابعة فهي للرأس الأخضر ب0 نقطة وهو خارج الحسابات الآن. قبل ذلك إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إذا كنت جديد معنا في القناة ما تبخلش تضغط على زر الاشتراك وخلوا لنا لايكاتكم لقناتنا المتواضعة وكذلك تعليقاتكم على هذه المقابلة ومن سيتأهل منها. إذن بسرعة نعود للموضوع. بالنسبة لحسابات التأهل فغانا يكفيها التعادل أو الفوز لتضمن التأهل أمام مالي. أما مالي فيجب عليه الفوز بأكثر من 3 أهداف، وإما التعادل فسيجعله ينتظر الحسابات الأخرى. إذن هي مواجهة حاسمة، مواجهة نارية اليوم بين غانا ومالي اليوم الخميس 6 من هذا الشهر ابتداء من الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة المغربية الشريفة والجزائر وتونس، وتنقل المقابلة على قنوات TNT الرياضية الثالثة المغربية. لم يبقى لي إلا أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم. إلى اللقاء.